كيكه قدره قادر. كيكه من الكيكات الصعبه جدا، بس لو مشيتوا ورا خطواتنا بالظبط باذن الله هتطلع معاكم بيرفكت. بس اهم حاجه انكم تمشوا ورا المقادير بالظبط عشان تطلع معاكم بالشكل الجامد والطبقات منفصله، كل طبقه لوحدها. يلا بينا عشان نعملها سوا بسرعه. يلا بينا. السلام عليكم. هنبدا بايه؟ الكريم كراميل. في الاساس الكريم كراميل بيجي معاه كيسين، بس احنا عايزين نزود. يلا بينا. معانا كوبايتين لبن 2 كابس اوف ميلك. 1 2. خد انت كيسه وانا كيسه. بسم الله. ظرفين كريم كراميل جاهز. نديله تقليبه بسيطه كده. على فكره هو هيبقى مركز، احنا عايزينه مركز. هي الكيكه لازم تبقى ليرز كده. ليرز. هو ده مركز قوي، ممكن نحط لها نص كوبايه لبن تاني. هنسيبه على النار لحد ما يتقل. اول ما يتقل شويه اطفوا عليه وشيلوه. كراميل. طاسه ننزل بنص كوبايه سكر. بنحط عليه معلقه ميه، هنسيبه لغايه ما يتكرمل كده. تمام الكراميل خلاص. هندهن قالب اللي احنا هنعمل فيه دهنه زيت كده بسيطه. هننزل بالكراميل بتاعنا، هنفضي كمان الكيسين اللي جايين معاه، هنركن القالب على جنب. هنركن القالب على جنب. هنركن القالب على جنب. كريم كراميل بتاعنا غلي كويس، نبدا ننزل بيه في القالب، نسيبه يهدى بقى كده مع نفسه. نعمل الكيكه. طبق هننزل ببيضتين، نص كوبايه سكر، كيس فانيليا، نص كوبايه زيت، نص كوبايه لبن، معلقتين كبار كده مهرمين كاكاو خام، وكالعاده يستحسن يكون اسباني. ندي ده تقليبه. معلقه صغيره بيكنج باودر، كوبايه دقيق كبيره حلوه كده. بسم الله. احنا زودنا معلقتين دقيق علشان حسينا القوام بتاعها خفيف شويه اللي هو ده، وطبعا ده بيختلف من نوع دقيق للتاني، فممكن دقيق يكفيكوا كوبايه وممكن دقيق يكفيكوا كوبايه وربع زي ما احنا عملنا. لا احنا عايزين القوام ده اللي هو ما بيقطعش. بسم الله. ننزل بيها بقى في القالب بتاعنا. نجيب الاسباتيولا التحفه نديله بالراحه خالص كده. وطبعا من اهم الحاجات ان مفيش حاجه اختلطت بحاجه، طبقات. سر التسميه بقدره قادر. ما شاء الله، ده من اولها كده تبان باذن الله نجاحها. ننزل بميه سخنه. اهم حاجه ميه مغليه. هندخل بقى الصينيه بتاعتنا ونسمي كده بسم الله على الفرن على طول، على الرف الاوسط. وخلي بالكم ان الفرن تبقى سخنه جدا قبل ما تدخلوه. وبعد ما طلعناها من الفرن بعد حوالي نص ساعه استوت وبقت بالشكل التحفه ده. بعد كده هنحطها في التلاجة حوالي ساعتين 3 كده لغايه ما تتمسك. طلعناها بقى من التلاجة احنا على طول. يلا نقلب عشان مش قادرين خالص. نسمي بقى عشان الموضوع مخيف. بسم الله. نزلت. الله ما شاء الله، اللهم بارك. ايه الفخامه دي؟ ايه الشكل التحفه ده؟ تحفه فنيه، قمر ما شاء الله. نقطع حته بصي كده. عشان انا متحمس. بصي تحفه. الحاجه اللي ترطب في الصيف دي، ميكس بصي. اللي بيرطب. كيكه خفيفه شبه كلها ما فيهاش سكر غير الكراميل. اقسم بالله تحفه لذيذه جامدة. وهشه خفيفه ومرطبه وكل حاجه. هي فيها جميع مقومات الحلو الجامد بجد اللي بجد كل الناس هتجتمع عليه. مفيش حد هيدوقها ويقول لك لا اصل يعني ما عجبتنيش فيها مش عارف. لا هي متكامله. شفتي متكامل. وما تخافوش ان طبقات هتختلط ببعضها، لا ما تخافوش خالص. ما هي مش هتختلط عشان هتختلط. بقدره قادر بقى مش بتاعتنا. بجد بجد جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. والله العظيم يعني هيندم قوي اللي ما يعملهاش. بس اهم حاجه امشوا بنفس المقادير ونفس الطريقه، هتطلع معاكم مظبوطه جدا باذن الله. انا كبهير انبهرت. وانا صراحه عارفه عاوزه ايه؟ عاوزه كوبايه شاي بلبن. لسه كنت بقول لك والله. مش متخيله ماما هي دايبه في بقي يعني مخلياني. خفيفه ولذيذه وكده، وان شاء الله هتنجح منكم بالطريقه دي، ما فيهاش غلطه. ومقاديرها بسيطه، وعلى فكره هي مش غاليه خالص، يعني ممكن تقريبا تتكلف حوالي 100 جنيه. ايوه بالظبط، هي 100 جنيه. اصل احنا بنستخدم ماده دهنيه، الزيت موجود في البيت، معلقتين كاكاو، بيضتين، نص كوبايه لبن، والكريم كراميل ب 30 جنيه. مش يعني كلها على بعضها بسيطه جدا ولذيذه جدا، وحاجه ترطب وجميله وغير وهتفرحوا كده ولادكم بقى بيها. بجد لو في ضيوف هي شكلها مبهر. يعني شكلها انت واحده بقالك 500 سنه بتعملي حاجات في المطبخ. دي حقيقه مش لسه مستجده. جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. هتشرفكم هتعجبكم جامده جدا. اتكلم بقى ودمتم سالمين. هو ايه اللي احنا ما خلصناش حقها عشان تقولي احنا قلنا خلاص مش كفايه عليها جامده. هي اجمد من الرغي اللي هي جامده يا جماعه والله. جربوها ان شاء الله هتعجبكم بجد ان شاء الله. والله مش نفسي اقول كلام تاني بس قلنا كل الكلام الحلو. بس يعني تستاهل اكتر والله، تستاهل اكتر حقيقي بجد والله حقيقي. دي هتعجبكم جدا جدا. يلا دمتم سالمين. عارفين ماما لما بتقابلكم في الشارع مثلا، لما بتقابل حد وحد يوقفها، هي مش بتبقى يعني رخمه مثلا وبتسيبكم وتمشي عشان هي رخمه. هي من كتر الكسوف بتسيبكم وتمشي. يعني هي مش عارفه تعمل ايه. اللي شفتوا الكتكوت اللي هو اعمل ايه يا ماما كسفني اهو كسف مني انا. امال انتوا وتعالوا بقى سلموا عليها عشان هي بتحبكم. لا والله انا بحب الناس كلها، وربنا يبارك فيكم بجد والله. الكلام الجميل اللي انتوا بتشجعونا بيه حقيقي. خساره بقى دي ما تعديش ال 50 مليون فيو.
المفروض كل الناس شير، كل الناس لايك، كل الناس كومنت، انتوا جامدين، انتوا حلوين، شجعونا. دمتم سالمين. والى اللقاء.